I know that the relationship between filmmakers and film critics are not usually good. But you made one of the best films about the film critic, Roger Ebert. So, what's your opinion in film criticism, especially from the point of filmmakers? They usually are cautious and skeptical about film criticism. Yes. هقول السؤال بالعربي. أستاذ عصام كان بيسأل إن دايما في علاقة معقدة بين نقاد السينمائيين وصناع الأفلام. هو ستيف جيمس عمل واحد من أهم الأفلام عن واحد من أهم النقاد في تاريخ السينما، لايف إتسيلف سنة 2014. فهو بيسأله عن تجربته في عمل الفيلم ده ورأيه في العلاقة يمكن المعقدة بين صناع الأفلام ونقاد، وإزاي هو عمل الفيلم ده، تجربته في الفيلم ده كانت عاملة إزاي. So yes, I think every filmmaker can quote the bad reviews of their films, and it's easy to forget the good ones. I've often wanted to have a TV show where filmmakers would sit around and review the reviews of critics. هو بيقول سهل جدا ان كل صناع الافلام يفتكروا مقالة نقدية سلبية عن افلامهم وينسوا كل المقالات النقدية الإيجابية عن أفلامهم. هو فكر في وقت من الأوقات إن هو يعمل أصلاً حلقات تسجيلية عن مخرجين بيعلقوا على النقد السلبي اللي اتعمل عن أفلامهم من كتر ما الموضوع ده مهم قوي بالنسبة له. But critics are very important to the arts and very important to filmmakers because it's through them that most people will hear about your film, and so we are dependent on film critics and their opinions. And in the States, it's interesting because there's been a decline in film criticism in the mainstream media. But there are many, many more people who have websites that review films, and some of them are really smart people, and some of them are not so smart. But even from a not smart film critic, every filmmaker wants a good review. أعتقد إن صناعة الفيلم قايمة شيء مهم، عنصر مهم جدا فيها في صناعتها هي آراء النقاد في صناعة الأفلام، والمخرجين دايما وصناع الأفلام دايما بيدوروا على رأي نقدي إيجابي على أفلامهم، ده مهم جدا بالنسبة لهم. هو بيقول إن في أمريكا في السنوات الأخيرة حصل تدهور لوضع فكرة النقد، وضع النقد السينمائي في الإعلام الأساسي أو الرئيسي أو اللي بيوصل لجمهور واسع. بس يمكن في السنوات الأخيرة برضه بدأ يظهر منصات موازية، مواقع أو بلاتفورمز تانية بدأت الناس تعمل بشكل مستقل نقد وتحليل للأفلام، وبعضهم ذكي جدا، وبعضهم يعني مثير للاهتمام، بعضهم مش أحسن شيء. بس إذا كان ده بيحصل جوه الطرق التقليدية أو الطرق المختلفة اللي بتحصل دلوقتي، ده ما يمنعش خالص إن لسه لغاية دلوقتي نقد الأفلام مهم جدا للصناع. I'll just add one more thing, which is that I think, in my view, the best film critics are the film critics who both understand something about how films are made and the difficulty of them, and who also try to approach each film they see with an open mind.
and not with a skepticism of this film needs to win me over, right? But that I'm prepared to want to like the film unless it proves otherwise. أعتقد إن يعني لو هو عنده رأي في أفضل ناقد سينمائي يبقى إيه توجهه لنقد الأفلام، هيبقى إن الناقد السينمائي عنده دراية كافية بصعوبة صناعة الأفلام والتحديات اللي بتواجهها أصلا صناع الأفلام، ده أول شيء. وبعدين إن هو يبقى بيتفرج على الفيلم بساعة صدر كده، يعني فاتح قلبه للحياة وعنده مساحة إن هو يتعرض لتجربة مختلفة ويتقاطع معاها، ما يبقاش اللي هو يعني وريني انت عامل ايه كويس، يعني وريني قد ايه الفيلم جامد. هو شايف ان مفيش داعي للتحدي دوت. شايف لو النقطتين دولت موجودين يمكن ده يخلي ان النقد دايما بناء وايجابي، الا لو الفيلم فعلا فيه مشكله، وساعتها لازم الناقد يوضح ده ويعلق على دوت ويبرزه كده.